أهلا بكم معنا إلى بانوراما الليلة ونناقش فيها: هل يقود الصراع من أجل النفط شمال السودان وجنوبه إلى حرب مدمرة جديدة بين الجانبين؟ وهل تقف بعض الأسباب الأخرى وأهمها الأوضاع الداخلية خاصة في الشمال وراء تصعيد هذا التوتر؟ وما الذي سيحسم الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تأهل إليها المرشح الاشتراكي فرانسوا أولاند والرئيس المنتهي ولايته نيكولاس ساركوزي؟ ولمصلحة من؟ وما هي تداعياتها على المنطقة؟ ما تزال فصول معركة هجليج بين السودان ودولة جنوب السودان متواصلة منذ نهاية مارس الماضي، ومعها الحرب الإعلامية والتصريحات المتضاربة من الجانبين. ففي حين أعلنت الخرطوم على لسان الرئيس عمر البشير وبطريقة احتفالية عن استعادة منطقة هجليج النفطية عبر طرد قوات جنوب السودان منها بالقوة، ذكرت جوبا أنها سحبت قواتها من منطقة النزاع تلبية لمطالب ملحة من المجتمع الدولي، وهو الانسحاب الذي تم اليوم بحسب جيش جنوب السودان الذي اتهم قوات الشمال بمواصلة عمليات القصف على المنطقة. وتشهد منطقة هجليج منذ عدة أسابيع مواجهات غير مسبوقة بين الشمال والجنوب منذ الإعلان عن استقلاله في يوليو الماضي. وكانت قوات الجنوب استولت في نهاية مارس الماضي ولفترة وجيزة على هجليج، إلا أن المواجهات تصاعدت منذ استيلاء قوات جنوبية على الحقل النفطي في المدينة لفترة طويلة. وتستمد هذه المنطقة أهميتها من كونها تؤمن نصف إنتاج النفط لدولة السودان التي خسرت بعد استقلال الجنوب 3/4 احتياطياتها من النفط. وقد أثارت عودة التوتر بين شطري الشمال والجنوب مخاوف من تجدد الحرب بين الطرفين اللذين وقعا عام 2005 اتفاقية سلام في نيفاشا أبقت العديد من المسائل الخلافية بين الجانبين عالقة، ومنها النفط. هل هي قنابل نيفاشا الموقوتة بصدد الانفجار بين الجارين العدوين، أم أن الاستيلاء على آبار النفط أقوى من أي اتفاق سلام؟ قصة النفط في السودان ليست بالقصة الحديثة، فأول بئر نفطية تم اكتشافها في عام 1974 على يد شركة شيفرون الأمريكية. السودان يمتلك احتياطيا نفطيا يتراوح حسب التقديرات بأكثر من 5 مليارات برميل من النفط الخام، يصدر منها 500 ألف برميل في اليوم، ذلك قبل انفصال دولة الجنوب التي تنتج حقولها 70% من الإنتاج الفعلي للسودان بشماله وجنوبه. استثمارات النفط في السودان والتي أدخلته إلى منظومة الدول المنتجة في عام 1999 تتوزع كالآتي: حقل هجليج، وهو حقل شمالي يقع في ولاية جنوب كردفان الحدودية مع دولة الجنوب، وكان ينتج 55 ألف برميل وهي الحصة التي تصدرها الخرطوم. ثم حقل بليلة في ولاية جنوب كردفان أيضا، والذي ينتج 40 ألف برميل تذهب للاستهلاك المحلي فقط. حقول النفط في دولة جنوب السودان موزعة كالآتي: حقل الوحدة المحاذي لولاية جنوب كردفان الشمالية وينتج 70 ألف برميل، ثم حقول فلوج في ولاية عالي النيل والتي تنتج 250 ألف برميل. الارتباط بين نفط شمال السودان ودولة الجنوب قائم على خطوط الأنابيب التي تنقل الخام إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر للتصدير، فكل إنتاج دولة الجنوب من النفط والمقدر ب320 ألف برميل لا بد أن يعبر الأراضي الشمالية وصولا إلى موانئ التصدير، والسبب في ذلك أن دولة الجنوب لا تطل على أي منفذ بحري. هذا وتدرس جوبا حاليا إنشاء خط جديد عبر كينيا لفك الارتباط مع الشمال. والآن النتيجة وفي ظل الخلاف السياسي بين دولة الجنوب والشمال، فإن السودان الذي كان يصدر قبل الانفصال 500 ألف برميل من النفط لا يصدر الآن ولا برميلا واحدا، فجوبا أوقفت التصدير بسبب الخلاف حول رسوم العبور مع الشمال، والخرطوم فقدت إنتاج حقل هجليج بعد العمليات العسكرية الأخيرة. محمود عبد الكريم، العربية. وللحديث في هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو السيد مبارك الفاضل المهدي زعيم حركة الإصلاح في حزب الأمة، ومعنا من الخرطوم الدكتور ربيع عبد العاطي مستشار وزير الإعلام السوداني والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
أهلا بكما، وأبدأ معك دكتور ربيع عبد العاطي إذا سمحت. هذه نهاية معركة، لكنها هل تعني بداية نهاية الحرب بين الطرفين؟ نعم، فيما يبدو أن الهجوم الذي حدث من قبل الحركة الشعبية على الحقل النفطي في هجليج هو هجوم أصلا اعتداء من قبل دولة جنوب السودان الجديدة الوليدة الضعيفة على السودان في الشمال، وذلك استهدافا لخنق الاقتصاد السوداني وخنق الشعب السوداني في المقام الأول. ولكن الدرس القاسي الذي تلقته قوات الحركة الشعبية من القوات المسلحة بالتأكيد سيجعلهم يراجعون حساباتهم، وأن الأمور حكومة السودان قد وضعتها في نصابها، وأنها مرحلة جديدة لا بد أن تنظر إليها الحركة الشعبية بعين الاعتبار، خاصة أن حكومة السودان الآن تدخل هذه المرحلة باستراتيجيات جديدة للتعامل مع الحركة الشعبية ومع دولة جنوب السودان. طيب رح نحكي عن الاستراتيجيات لاحقا دكتور عبد العاطي، لكن الرئيس البشير قال في خطابه الأخير بأنه سنستمر في الحرب، أنها لن تنتهي. نعم، واضح جدا أن الذي بدأوه الحركة الشعبية دولة جنوب السودان بقيادة سلفا كير ميرديت، هذا الهجوم هو هجوم إجرامي في المقام الأول، وأنه فيه خيانة عظيمة جدا للاتفاقية التي تم توقيعها في العام 2005، وكذلك فيه خيانة ذلك لأن سلفا كير كان قد أرسل دعوة للرئيس البشير لحضور قمة تعقد بينهما لتسوية كافة الخلافات والنقاط العالقة. لذلك أنا أقول هذه الخيانة بالتأكيد هي خيانة لا بد لحكومة السودان أن تتوقف عندها كثيرا لكي تلقن الحركة الشعبية الدرس القاسي حتى لا تعود لمثل هذا التصرف مرة أخرى. طيب سيد المهدي ضيفي هنا في الاستوديو، في محاولة لقراءة أسباب هذا التصعيد، ما الذي دعا دولة جنوب السودان إلى القيام بما قامت به، ولماذا كان رد الفعل حتى تصريحات بهذه القسوة تجاه دولة الجنوب؟ ما الفكرة من التصعيد في هذا الوقت، في هذا التوقيت بالذات بين البلدين؟ هو طبعا يعني هذا الصراع لم يبدأ بهجليج، هجليج هي إحدى تداعيات هذا الصراع. وطبعا دولة الجنوب لا شك أن أخطأت باستخدام القوة في هجليج، لأنه هذا مكن النظام من لفت الأنظار بعيدا عن المشاكل التي يعانيها في السودان ككل. الآن السودان هناك أزمة شمالية، هناك صراع في الشمال وحرب أهلية، هناك الآن انهيار اقتصادي، هناك غلاء في المعيشة. الحكومة أعلنت عن فشل الميزانية بعد 4 شهور من صدورها وأن إعادتها إلى البرلمان مرة أخرى. ولكن هذا الصراع لم يبدأ اليوم، هذا الصراع بدأ من قبل استقلال الجنوب، وهذا الصراع أدى إلى إفشال اتفاق السلام نفسه، لأن اتفاق السلام كان من المنتظر أن يخلق تحولا ديمقراطيا في السودان يجعل الوحدة جاذبة حتى يصوت الجنوب للوحدة. هذا لم يحدث، وذهب الطرفان كلهم في طريقه وبنفس النهج، فاختلفا على الحدود واختلفا على البترول، على تمرير البترول. والحرب بدأت من السنة الماضية عندما أعلن السودان الحرب الاقتصادية على الجنوب وقفل الحدود ومنع كل السلع أن تذهب إلى الجنوب، وأوقف وسائل النقل النيلية وما إلى ذلك إلى الجنوب. وثم بدأت حرب العملة بتغيير العملة، وكانت هناك أيضا اتهامات بدعم الميليشيات الجنوبية من الشمال وغيرها. فهي الآن ثم جاءت الحرب الأهلية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، واللي هي أيضا أطرافها كانوا هم جزءا من الحركة الشعبية لتحرير السودان. أفهم من كلامك سيد المهدي بأنك تقول بأن الشمال
لم يستوعب فكرة انفصال الجنوب، ضغط كثيرا على الجنوب بحيث وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، وقد نصل إلى تعقيدات مستقبلية كبيرة. كل النقاط التي أشرت إليه حضرتك هي محاولة لخنق دولة فعلا وليدة ضعيفة كما ذكرها الدكتور ربيع عبد العاطي كما وصفها. نعم، هو المؤتمر الوطني، حكومة المؤتمر الوطني عندما فرطت في الجنوب ورفضت التحول الديمقراطي وخلق أوضاع جديدة يتم على أساسها الاستفتاء، اضطرت لترك الجنوب بالضغوط الغربية وغيرها، ولكن كان في بالها أنه تغيير النظام في الجنوب لوضع نظام يتبع لها، وبالتالي تكون قد ألغت نتيجة الاستقلال. فبدأ الصراع منذ ذلك الوقت يعني بقفل الحدود، مع أنه يعني مطالبة مثلا ب $36 للبرميل لنقل البرميل، يعني رقم غير مسبوق في صناعة النفط. الجنوب عرض $13. كان يمكن للشمال أن يتحصل على نصف عائدات الجنوب من النفط عبر التجارة والخدمات وعبر نقل النفط عبر هذا الأنبوب دون أن يدخل في هذا الصراع. لماذا تعتقد أنه اختار هذا الطريق إذن؟ لأنه هناك أزمة ثقة بين الطرفين، هناك صراع بدأ منذ فترة طويلة، وهناك عدم اقتناع بالتعاون. هناك طرف يريد أن يغير الواقع لكي تمضي الأمور كما كانت عليه، ويغير الواقع بالقوة أو بإحداث بلبلة في المنطقة الأخرى. أيوة. وبالتالي يعني الآن أنا لا أرى حلولا لهذه المشكلة. معلش خلينا نترك الحلول بعد قليل سيد المهدي، ودعني أعود مرة أخرى للدكتور ربيع عبد العاطي. استمعت لما قاله سيد المهدي، في هناك ممارسات قام بها الشمال للضغط على الجنوب أدت إلى ما أدت إليه، يعني في حالة اختناق أصبحت، فهي يعني محاولة للهروب إلى الأمام إذا ما افترضنا أنه إذا ما صحت التسمية في حتى لو كانت خطأ في محاولة السيطرة على هجليج. نعم، أولا تحليلات السيد مبارك الفاضل للأوضاع في الشمال هي تحليلات إذا كانت صحيحة فهي تساوي وزن حركة الإصلاح بحزب الأمة. أنا أؤكد بأن حركة الإصلاح بحزب الأمة لا توجد على الساحة السياسية، وليس هناك وزن لا للسيد مبارك كقائد لهذه الحركة، وبالتالي هذه التحليلات أنا أستغرب منها جدا وأندهش، خاصة إذا رأينا كيف احتفى السودانيون جميعا بمختلف توجهاتهم الفكرية والعقدية يوم أن انتصر الجيش السوداني في هجليج. وبالتأكيد أن ذلك المنظر وذلك المشهد البديع أكد بما لا يدعي مجال للشك بأن هناك وحدة وطنية منقطعة النظير، وأن التوجه تجاه الحركة الشعبية والغضب تجاه الحركة الشعبية يصل إلى درجة الإجماع لدى كل الشعب السوداني برجاله ونسائه وحتى أطفاله. لذلك أنا أقول بأن يا ليت السيد مبارك الفاضل المهدي كان في العاصمة. يعني إذا أنت دكتور ربيع عم تنفي أنه ذلك الإجماع المنقطع النظير في أي ضغط مورسة من قبل الشمال على دولة الجنوب الضعيفة الوليدة حتى وصل بهم المطاف إلى ما وصلوا إليه؟ كيف ضغطنا عليهم؟ نحن قد سلمناهم الجنوب بعد أن كنا نسيطر عليه تماما. لم يسيطروا على الجنوب ولم ينفصل الجنوب بناء على حرب. كل المدن الجنوبية كانت تحت سيطرة حكومة السودان. نحن الذين اعترفنا بنتيجة، لكن هذا لا يمكن أن يأتي بمنا الآن على الجنوب في استفتاء في اتفاقية سلام المفروض أنه تمت الموافقة عليها، والاستفتاء جاء بحسب هذه الاتفاقية. يعني لا يمكن المن على الجنوب بالتأكيد بأنه انفصل. ليس منا، ولكننا قبلنا بالاتفاقية والتزمنا ببروتوكولاتها جميعا، ونفذنا بند البروتوكولات، بروتوكول الترتيبات الأمنية والعسكرية، وكل ما يتعلق بالاتفاقية نحن ملتزمون به تماما. هناك لجان فنية وهناك مرجعيات، هؤلاء أصلا لم يحترموا تلك المرجعيات ولم يحترموا حتى البروتوكولات التي نصت عليها الاتفاقية، وبالتالي هم لا يؤمنون بقوة السلام ولكنهم يؤمنون بسلام القوة، وهذا الذي مارسوه عندما احتلوا أرضا وانسحبوا، وهم لم ينسحبوا بل هزموا هزيمة نكراء، وهكذا يقولون بأنهم قد انسحبوا. والذين انسحبوا بالتأكيد هم يودون أن يروهم يوم يقوم الحساب، وإذا قاموا يوم يقوم الحساب فإن وجوههم ستكون غبرة ترهقها قترة.
قبل أن ننتقل إلى الاستراتيجيات والحلول، ربما دعونا نتوقف مع هذا التقرير الذي يلخص لنا المشاكل الكثيرة التي لا تزال عالقة بين السودان وجنوب السودان منذ الانفصال، والتي تتسبب باشتباكات متكررة بين الدولتين وتهدد الاستقرار. فإضافة إلى غياب الاتفاق حول تقاسم العائدات النفطية، تشكل المناطق الثلاث أي ولايات أبيه وجنوب كردفان والنيل الأزرق نقاط نزاع رئيسية بين الدولتين، مع استمرار تأجيل البحث في مصيرها إلى أجل غير معروف. ولادة دولة جنوب السودان العام الماضي كانت نتيجة مباشرة لحرب طويلة بين شمال السودان وجنوبه استمرت طوال عقدين من الزمن. ولكن هذه الولادة التي جاءت بعد استفتاء شعبي تطبيقا لاتفاقية سلام أنهت الحرب لم تحمل معها ضمانات بسلام دائم بين الدولتين. مشاكل كثيرة بقيت عالقة بين الجنوب والشمال منذ الانفصال، من تقاسم أعباء الديون العامة وأرباح العائدات النفطية إلى ترسيم الحدود الذي لا يزال 20% منه محل خلاف. هذه المشاكل تسببت باشتباكات متكررة بين الطرفين، كان آخرها الصراع على منطقة هجليج الحدودية الغنية بالنفط والواقعة في ولاية جنوب كردفان. حقول هجليج التي سيطرت عليها قوات الجنوب الأسبوع الماضي وقالت قوات الشمال إنها استعادتها، تقع رسميا داخل الأراضي السودانية، ولكنها فعليا جزء من ولاية أعطتها اتفاقية السلام حق تقييم وضعها من خلال مشورة شعبية. ولكن هذه المشورة التي من المفترض أن تجرى في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق تم تأجيلها مرارا ولا يزال مصيرها غامضا. هاتان الولايتان التابعتان للسودان واللتان شكلتا جبهتين أساسيتين طوال الحرب، ما زالت الاشتباكات تتكرر فيهما بين مقاتلين سابقين من الجبهة الشعبية وقوات الشمال. ولكن أكثر من ذلك، فإن ولاية أبيه الغنية بالنفط والتي يطالب بها الطرفان تشكل الأزمة الحقيقية بين البلدين. فاتفاقية السلام نصت على أن تخضع الولاية إلى استفتاء شعبي لتقرير مصيرها، ولكن ذلك أسوة بالمشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق تم تأجيله لخلافات حول طريقة التصويت. راغدة بهنام، العربية. سيد المهدي، نقاط كثيرة ما زالت معلقة بين الطرفين، والمناطق الحدودية أخطرها وأبرزها وأهمها. حضرتك ذكرت قبل قليل بأنه لا حلول لما يحصل، لكن هذه الدعوات الدولية والدعوات التي تأتي من الاتحاد الأفريقي للعودة إلى المفاوضات، ألا يمكن أن فعلا ينتج عنها حلول أبدية جذرية بين الطرفين؟ أنا أعتقد أنه لا يمكن أن نصل إلى حلول دون أن نصل إلى لب المشاكل، يعني والوساطات التي تجري كلها تناقش في الأعراض ولا تناقش المشاكل الحقيقية. هناك أزمة حكم في الشمال، الحكم الموجود مختلف عليه، في حروب أهلية، 3 حروب أهلية في الشمال الآن. هناك انهيار اقتصادي الآن في الشمال. فإذا لم تحل المشاكل في الشمال لن تكون هناك حكومة تستطيع أن تتعاطى مع الجنوب بصورة مختلفة عن اللغة التي يتحدث فيها الأخ عبد العاطي، ربيع عبد العاطي، لأنه يتحدث وكأنه الجنوبيون هم أعداء. الجنوبيون هم جزء من السودان، هم حاربوا من أجل التحرير في السودان، حاربوا مع الإمام المهدي وقاتلوا في سبيل السودان، هم جزء من السودان، السودان الكبير. نحن نطمع بأنه نعيد توحيد هذه البلاد، ولذلك لا نستطيع أن نتحدث بهذه اللغة. نحن الآن لدينا 6 مليون من الشمال دخلوا بثرواتهم 30 مليون رأس قطيع في داخل الجنوب، وهم آمنين في الجنوب، ولذلك لا مشكلة بين السودانيين جنوبيين وشماليين. هذه مشكلة ما بين الحكومة المركزية في الخرطوم التي جاءت بانقلاب عسكري. يعني الأخ ربيع يتحدث عن الثقل السياسي وكأنه هو جاء بالانتخاب، هو جاء بانقلاب عسكري، حزبه جاء بانقلاب عسكري، بينما نحن كنا حزب الأغلبية المنتخب في السودان. فيعني هذا المنطق لن يعالج شيئا. أنا أرى أنه ليس هناك حل إلا بعقد مؤتمر دستوري يضم كل القوى السياسية والمقاتلة في السودان تحت رعاية دولية وإقليمية، ليضع أساسا لدستور جديد وحكومة انتقالية
تؤدي إلى وقف هذه الحروب وإلى وضع حلول للمشاكل الاقتصادية الآن وعلاقة جديدة مع الجنوب، ثم إجراء انتخابات جديدة. هذا هو الحل الذي تم تجاوزه في اتفاقية السلام. وتم تزوير الانتخابات ليكرس الوضع الشمولي القائم الآن. فهذا الوضع يعني بدون الحزب المؤتمر الوطني الحاكم. لا، الحزب يشارك، خليه يشارك. قصدي بدون أن يكون حاكم، إذا دستور جديد وحكومة جديدة. نعم، لابد أنه، بل بالعكس أنا أرى الآن الرئيس البشير يقول أنه لن يترشح لولاية أخرى. فأنا أرى الآن الوضع لن ينتظر الولاية الأخرى. أنا أرى الآن الجيش السوداني نفسه يعني في وضع حرج. الجيش السوداني يحارب الآن 23 سنة حروب داخلية. هذا حرام على أبنائنا من الجيش السوداني. فنحن يجب أن نوفر هذه الدماء للتنمية، نوفر هذه الأموال لبناء السودان. فأنا أقول أنه على البشير أن يكلف أحد قادة الجيش السوداني لتشكيل حكومة ل3 أشهر، ونحن نساعده في وقف إطلاق النار وفي وقف العدائيات على كل الجبهات. أنا مستعد، أنا عندي علاقات قوية مع الجنوب ومع الجبهة الثورية المقاتلة، ومستعدين أن نتوسط لوقف العدائيات وأن نبني وضع جديد، ولكن لا نستطيع في ظل هذه اللغة التي ممكن نتحدث نوصل بها. لحل فيما يتعلق بأبية وجنوب كردفان والنيل الأزرق كلها مقدور عليها. قيل بأنه الجنوب هجليج كانت رسالة لأنه عينه على أبية أكثر منه هجليج. نعم، هو طبعا ده صراع على الموارد. يعني الجنوب يقول أنت عوقت تصدير البترول، فأنا أعوق إنتاج البترول عندك. هذه تيت فورتات. يعني صحيح هو خطأ. أنا أعتقد أن الجنوب أضر بنا نحن كمعارضة، لأنه حول الموضوع من القضية الأزمة الآن اللي حتى هناك خلاف داخل المؤتمر الوطني. الأخ ربيع يتكلم، شباب المؤتمر الوطني الإسلاميين رفضوا القتال وقالوا نريد تغيير ونريد إصلاح في البلاد، لا نستطيع أن نقاتل من أجل هذه الحكومة. فهناك صراع داخل المؤتمر الوطني، هناك انقسام بين الإسلاميين أنفسهم، وهم يتحدثون إلينا وقدموا مذكرات مطالبين بالإصلاح، مطالبين بالتحول إلى الديمقراطية. أيوة. فنحن الآن كل السودانيين يتنادون بما فيهم كثيرون من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لتغيير هذه الأوضاع. إذا استطعنا أن نصل إلى اتفاق في الشمال نستطيع أن نعيد العلاقة مع الجنوب. الاتفاق كأنه دولتين، اتفاق بيني بين دولة ودولة أخرى. لا، اتفاق في الشمال لإنهاء أزمة الحكم والصراع حول. قصدي أنه الاتفاق في الشمال سيؤدي إلى اتفاق مع الجنوب. نعم، سيؤدي إلى توأمة مع الجنوب. سيؤدي إلى صناعة نفطية واحدة. ما تطرحه سيد المهدي يبدو أنه رؤية واسعة شاملة لحل قد يكون صعبا إن لم يكن مستحيلا في الوقت الحالي. ما رأيك دكتور ربيع عبد العاطي؟ نعم، أولا السيد مبارك يتحدث من زاويته التي تخصه. هو لديه بالتأكيد علاقات مع الحركة الشعبية منذ أن كانت شريكة مع المؤتمر الوطني في أثناء المرحلة الانتقالية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل. كذلك السيد مبارك فيما يبدو أنه هو تخصص في صناعة الأزمات. نحن أصلا لم نخلق أزمة مع شعب جنوب السودان، بل نحن الآن لدينا بالتأكيد قضية مع الحركة الشعبية برئاسة سلفاكير الذي يخرب منشآت النفط، الذي يحرق البنية الأساسية للنفط، الذي يود أن يخنق شعب السودان. كذلك السيد مبارك الفاضل بالتأكيد أنه كان قد عمل مستشارا لرئيس الجمهورية أو مساعد لرئيس الجمهورية، وكان قد شق حزب الأمة الذي يقول بأنه قد فاز في الانتخابات الديمقراطية في العام 1986. كان سببا في تشقق حزب الأمة، هذا الحزب الوطني الذي له تاريخ. كذلك عندما دخل النظام ودخل مع الإنغاز ومع المؤتمر الوطني وأصبح مساعد لرئيس الجمهورية، حاول أن يفت عضد الحكومة من الداخل. وبالتالي يعني نحن نقول بأن مبارك الفاضل حتى عندما كان في المعارضة كان يحرض الأمريكان ويقول أن مصنع الشفاء ينتج أسلحة كيماوية، بالرغم من أن العالم يشهد
بغضه وقضيضه ومؤسساته ومنظماته بأن مصنع الشفاء كان للدواء فقط، وأنه مبارك الفاضل فقط هو الذي يشهد ضد شعبه وضد وطنه. هذه أمثلة، مثال مبارك الفاضل الذي يسبب أزمات داخل حزب الأمة، ومبارك الفاضل طيب افترض انه الكلام ما جاش عن طريق مبارك الفاضل، وكذلك انه الطرح هذا لم ياتي عن طريق. انا اقول هذا انا سالتك عن الطرح نفسه. انا اشير فقط الى طرحه ينطلق من هذه المنطلقات، منطلقات فكره ومنطلقات مواقفه ومنطلقات التاريخ ما هي المآخذ على الذي يعرفه الصغير والكبير لدينا نحن هنا في السودان. دكتور ربيع، ما هي نعم. المآخذ على هذا الطرح اللي فيه الحديث عن تنمية، الحديث عن صلح، الحديث عن علاقات طبيعية بين الشمال والجنوب، والحديث عن إنهاء حالة الحرب الأهلية التي وصفها السيد المهدي بأنها حالة حرب أهلية في الشمال؟ يعني ما هي العيوب في هذا الطرح؟ السيد مبارك الفاضل هو يتحدث حديثا يعني يبدو بأنه حق لكنه يريد به الباطل، وذلك على ضوء الممارسة السياسية وعلى ضوء التجربة السياسية التي يمارسها الآن والعلاقة المشبوهة بين السيد مبارك والحركة الشعبية. عشان هيك أنا قلت لك لنفترض أنه لم يأتي الطرح، ولديه وجود دائم. عشان هيك سألتك، لنفترض أنه لم يأتي من السيد مبارك المهدي، هل هناك إمكانية لأن يطرح مثل هذا الكلام على طاولة مع جميع الأطراف؟ افترض أنه مش السيد مبارك اللي طرحه، أي حدا آخر. يعني نحن طرحناه أصلا مطروح عندما وقعنا اتفاقية السلام الشامل، لم نكن نستهدف حربا، وعندما وافقنا واعترفنا بدولة جنوب السودان كنا نود أن يكون هناك تعاون، وما زلنا نقول بأن هناك تاريخ مشترك، وأن هناك يعني مصير يرتبط به السودانيون جميعا سواء كانوا في الشمال أو الجنوب، ولا بد أن يكون هناك تعاون بين الشمال والجنوب، ولا بد أن ننظر إلى المستقبل. ولكن بالتأكيد أن هناك طابور خامس، وأن هناك عداءات، وأن هناك وطنيين الآن يعملون لفت العضد بين الشمال والجنوب وصناعة الأزمات بمثل الحديث الذي يطلق هكذا على الهواء، وهو حديث كما قلت هو حديث حق لكن أريد به باطل. طيب سيد المهدي، تداعيات ما حصل في هجليج حتى هذه اللحظة، في عدد كبير من اللاجئين بالآلاف خرجوا من المنطقة. اليوم مثلا بعض المسلمين المتطرفين أو الإسلاميين المتطرفين هجموا على مركز بروتستانتي في الخرطوم، وهذا حسب الأخبار بإعلان من قس بروتستانتي انتقاما أو يعني تعبيرا عن مشاعرهم لما حصل في هجليج. إلى أي مدى يمكن أن تتصاعد الأمور أكثر؟ الآن أنا السؤال اللي سألته في البداية أنها نهاية معركة، ولكن قد لا تكون نهاية الحرب بين الطرفين. هل في أي مؤشرات على أن نعود مرة أخرى لمفاوضات حقيقية بين الجانبين، أم أن المؤشرات كلها تشير إلى أن الأمور ستتصاعد وتتعمق في الأزمة؟ يعني وشوفي، أنا لا أرى أنه نعم سيعود النظام للمفاوضات. النظام في وضع ضعيف جدا اقتصاديا وسياسيا، في وضع ضعيف جدا، وهناك رفض للحرب حتى من قبل القوات المسلحة. ويعني فلذلك هذه المحاولات التي يثيرها النظام هي محاولة لتغطية المشاكل اللي موجودة الآن. هو استغل الخطأ الذي وقعت فيه حكومة الجنوب بدخول هجليج لمحاولة استثارة الوطنية وغيرها وعمل نوع لو ما كان قام برد الفعل هذا، لو ما كان صار في حرب بين الطرفين ومعركة بين الطرفين، كيف كان ممكن يخرجوا من منطقة هجليج؟ ما هو دلوقتي واضح أنه الضغط الدولي لعب دوره في هذا الموضوع. يعني يمكن كان حيكون في مزيد من المعارك تدور حتى الآن ومزيد من الضحايا لولا الضغط الدولي الذي حدث على الجنوب في أنه ينسحب والتهديد بالعقوبات، والجنوب دولة وليدة لم يكن يحتمل العقوبات، وبالتالي الضغط الدولي لعب دوره في ما حدث. أنا أقول أنه النظام سيعود لطاولة المفاوضات، وهم يريدوننا أن نغضب عندما يغضبوا ونضحك عندما يضحكوا. يا أختي، قبل 3 أسابيع 4 أسابيع كان هناك قادة الجنوب في الشمال في الخرطوم، كانوا استضافوهم بالفنان المشهور عبد الكريم الكابلي. فبعد أسبوع
تخانقوا وتشاتموا. فبكرة سنراهم مرة أخرى وهم يدعوهم على حفلة في الخرطوم ويحاولون حل المشاكل. النظام لا يستطيع البقاء في هذا الوضع لأنه وضعه الاقتصادي على شفا الانهيار، والوضع السياسي على الأرض والحروب الأهلية التي تجري تستنزف كل قطرة لديه، وبالتالي هو إذا لم يأتي إلى حلول سينفجر من الداخل. هذا النظام سينفجر من الداخل، وهناك الآن صراعات كبيرة جدا في داخل هذا النظام بين أركانه فيما يتعلق بما يجري مطالبة بالتغيير، ولذلك سيذهب إلى طاولة المفاوضات ولكنه لن يستطيع أن يصل إلى ما يريد، وبالتالي ستظل هذه المشاكل معلقة لأنه الصراع مرتبط ببعضه. يعني الصراع صحيح. الشمالي الآن لديه ارتباطات بالجنوب. الحركة الشعبية شمالا التي تقاتل في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق، هذه الحركة لديها ارتباطات تاريخية مع الجنوب وعلى حدود الجنوب، ولذلك الجنوب يتأثر وهي تتأثر. لذلك يعني نحن نتحدث عن ربما اتفاق، ربما هو حلم وليس حقيقة فيما هو قادم من أيام، اتفاق شامل كامل ينهي هذه المسألة، وفعلا يلتفت السودانيون بشماله وجنوبه كل السودان إلى موضوع التنمية. شكرا جزيلا لك سيد مبارك الفاضل مهدي زعيم حركة الإصلاح في حزب الأمة. شكرا جزيلا لك دكتور ربيع عبد العاطي مستشار وزير الإعلام السوداني والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم. شكرا جزيلا.